السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى ثانوي في كل مكان، مع المفاجأة العظمى إن إحنا نشرح لك منهج اللغة العربية بالكامل بتفاصيله في ساعة واحدة. ليه ساعة واحدة؟ علشان أنا عارف إن هو ما يخلصش في أكتر من ساعة، لازم يقعد ساعة. وأنت بس محتاجين منك حاجة، إنك تقعد قدامي ساعة مركز، قاعد بتدقق في الكلام كويس، قاعد مش بتشتت تنبيهك، قاعد ولا جنبك كوباية شاي ولا نايم على السرير، لا قاعد على المكتب والتليفون قدامك او الكمبيوتر قدامك او اللابتوب بتاعك قدامك او التابلت بتاعك قدامك، ومعاك ورقة وقلم وبس، وبتتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. منهج اللغة العربية. واحد، النحو بيتكلم فيه اسلوب الاستثناء بانواعه الثلاثة. اعتبرهم واحد او اعتبرهم ثلاثة ايا كان. كده اسم المقصور والمنقوص والممدود. بعد كده الملحقات بالمثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث. وبعد كده درس الاسناد هنقوله بطريقه تحفه. انا عارف ان معظم طلاب الجمهوريه مش فاهمين درس الاسناد، فانا هقول لك بطريقه تحفه. انا عايز اقول لك ان درس الاسناد هتخلصه كله في 10 دقائق. تحفه، ومش هتغلط كمان في اي سؤال. اتنين، منهج البلاغه. معاك الكنايه والمجاز المرسل ومراجعه على التشبيه والاستعاره بتاعه الترم الاول اللي كده كده مستمره معاك في الامتحان السنه دي والسنه الجايه. ثلاثة، الادب. الادب بنكلمك في 3 دروس او عصرين وحته. والنصوص بتاعه المنهج خلي بالك لانها هتجيلك في الامتحان، فلازم تبص لنصوص المنهج تاني. هي هتجيلك في الامتحان، انت ممكن تتعامل معها لانها نصوص متحرره، ولكن الافضل انك تتعامل معها لانك اخدتها قبل كده وتبص فيها وتبص في المعاني والمضاد والجمع والمفرد بتاعها. ده اهم حاجه، لان ده اللي هيلخبطك. لان لو سالك في تشبيه واستعاره انت ممكن تتعامل معاهم بطريقه التشبيه والاستعاره بتاعت الترم الاول. سالك في الكنايه والمجاز المرسل ممكن تتعامل معاهم عادي لان هم بلاغه. سالك فيهم في اسئله ادب ممكن تتعامل على انه الجزء بتاع الادب. لكن المعاني والجمع والمفرد والمضاد لازم تركز فيه وتبص فيه كويس، علشان لما يجيب لك حاجه صعبه ما تكونش بتلخفن ما بين اتنين شبه بعض. يلا بينا، يلا بينا. الدرس الاول، اسلوب الاستثناء. انا عاوز لو قلت لك تنبيه تركز فيه جدا، لان انا هنبه عليك عده تنبيهات هامه جدا توصلك لحل كتير من الاسئله اللي انت كنت بتتلخبط فيها قبل كده. اولا، اسلوب الاستثناء بيتكون من 3 اركان: مستثنى منه، واداه الاستثناء، والمستثنى. شوف يا صديقي، انت بتعرف ان هو اسلوب استثناء من حاجه، من اداه الاستثناء وبس. بس خد بالك، اداه الاستثناء لازم تكون اداه استثناء. ليه؟ اصل ادوات الاستثناء عندك الا وغير وسوى وعدا وخلا وحاشا. فانا ممكن اجيب لك اي اداه من دول ولكن ما تكونش استثناء. فعشان كده لازم تركز انها استثناء، بيستثني حاجه من حاجه. طيب دي الاداه، لازم دايما طالما اسلوب استثناء الاداه تبقى موجوده. رقم 2، المستثنى. ده بقى الكلمه اللي هتيجي بعد الاداه مباشره. واخد بالك من كلمه مباشره؟ لازقه في الاداه. لو جبت الاداه الكلمه اللي بعدها على طول هي المستثنى، او لو جبت الاداه وجبت لازق فيها ضمير يبقى هو المستثنى. فهو الكلمه اللي بعد الاداه مباشره لازم يكون موجود، موجود دايما. اما المستثنى منه، دي الكلمه الكبيره اللي بستثني منها دي، ودي الوحيده اللي ممكن تكون موجوده وممكن لا. يعني لما اجي اسالك في الاداه، وده مش هيحصل، الاداه واحده من ال6 دول، او اجي اسالك في المستثنى، وده سؤال سهل قوي لانه هيبقى بعد الاداه على طول. لكن صراحه انا عايز اقول لك على حاجه. لو سالتك في المستثنى منه، انا لو قلت دلوقتي سؤال بسيط جدا والفاظه مفهومه قوي، عايز اقول لك ان اكتر من 90% من الطلبه هيقعوا فيه. اقول لك، هقول لك السؤال. وعلى فكره، في التعليقات انت اول ما تتكسفش، في التعليقات بيبان السؤال ده انت جاوبته في الدقيقه كام.
تمام؟ لان انا هجاوب لك السؤال بعد شويه بعد ما اشرح لك حاجه معينه، لان هقول لك انت المفترض عشان ما تغلطش في المستثنى منه اللي هو حاجه بسيطه قوي، حاجه بسيطه قوي ومع ذلك هتتلخبط فيه. فعشان ما تتلخبطش لازم تعرف حاجه هقولها لك دلوقتي. المهم قبل ما اقولها لك، لو انا قلت لك نجح من الطلاب طالب، قصدي لم ينجح من الطلاب الا طالب، لم ينجح من الطلاب الا طالب، فين المستثنى منه؟ اكتب بقى دلوقتي، انت تقريبا في الدقيقه 3 4 5، اكتب لي دلوقتي فين المستثنى منه، وقارن باجابتك بعد شويه عشان تعرف لما بتكون بس بتجاوب من دماغك ولا بتكون بتجاوب بقاعده موجوده، حاجه ممكن تستند عليها عشان ما تغلطش ابدا. قول لي فين المستثنى منه ويلا اسمع بقى بعدها. شوف يا صديقي، علشان تحل اي سؤال، اي سؤال في الاستثناء بإلا، لان انا عندي يعتبر الاستثناء بإلا ده يعتبر درس لوحده عشان له طريقه، وغير سوى ده له طريقه، وعدا وخلا وحاشا ده له طريقه، فبلاش تقارن الثلاثه ببعض، اعتبرهم 3 دروس. علشان تحل اي سؤال في الاستثناء بإلا لازم تعرف نوع الاسلوب الاول. اوعى تنسى، لازم تعرف نوع الاسلوب الاول، خد بالك. اي سؤال هاجي اساله لك في الاستثناء لازم تعرف نوع الاسلوب الاول. سالتك فين المستثنى منه اللي انا لسه سائله لك دلوقتي، لازم تعرف نوع الاسلوب الاول. سالتك على اعراب المستثنى اللي هو غالبا بيبقى موجود، لازم تعرف نوع الاسلوب الاول. لو جبت لك جمله وكتبت الجمله كده وبعد الا حاطط لك نقط عشان تكمل بكلمه معينه، لازم تعرف نوع الاسلوب الاول. حلو، يبقى لما تبقى عايز تحل اي سؤال في الاستثناء بالا لازم تعرف نوع الاسلوب. طب يلا نكتب الكلمتين دول، الاستثناء. استقبل انت كويس؟ انت كويس؟ انا كويس. ماشي كمل. ده واحد، انت كويس؟ ده واحد مش عارف يحل اسلوب الاستثناء، فدخل عليا علشان يعرف نوع الاستثناء ايه. اسالني وانا جاوب. عادات الاستثناء الا غير سوى عدا خلا حاشا. انا غير ان انا هقول لك انك بتنطق غلط، ما علينا، بس انا هسالك نفس السؤال اللي كنت بساله دلوقتي. لم ينجح من الطلاب الا طالب، فين المستثنى منه؟ طالب. شاطر، اطلع بره. عشان عادات الاستثناء الا. شاطر، اطلع بره. لم ينجح من الطلاب. ايه ده الطلاب هي عادات الاستثناء؟ شاطر، اطلع بره برضه. ايه ده؟ لم طب عادات الاستثناء. شاطر، اطلع بره برضه. مع الطلاب. طب اقول لك على حاجه، علشان تعرف تحل الاستثناء بالا اتفرج على الحلقه وانت هتعرف. طب معلش عشان بس فضولي. الطلاب لم ينجح منهم الا طالب، اللي مستثنى منه. انت عاوزني اقول الاجابه قبل ما اشرح لهم؟ الطلاب. عاوزني اقول الاجابه قبل ما اشرح لهم؟ عادي. اتفرج على الحلقه عشان تعرف الاجابه. دي تقريبا اجابه معظم الطلاب اللي هتكون بتجاوب قبل ما تسمع الاجابه ايه. الاستثناء بإلا، علشان تحل الاستثناء بإلا كويس لازم تعرف نوع الاسلوب اللي هو تام مثبت، 2 تام منفي، 3 ناقص منفي. خليني اكتب لك كام جمله كده عليهم. تام مثبت هقول لك ايه؟ شارك اللاعبون في المباراة إلا لاعبا. تام منفي، لم يشارك اللاعبون في المباراة إلا لاعبا. 3 لم يشارك في المباراة إلا لاعب. خد لي بالك قوي، لا ما تتوبش ما تتوبش، احنا لسه بنقول يا هادي، ما تتوبش، ركز. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوم، قمت، اقعد، قعدت، قوم، استغفر ربنا، اقعد، فقت خلاص. ركز ركز، لان هي محاضره واحده بس
تلم لك الترم كله. وعلى فكره انا مش جايب الشعارات، ولكن انا بكلمك بصدق، هي محاضره واحده بس هتلم لك المنهج كله، وما تفرجش على حاجه تاني وما تعملش حاجه تاني. طب يا استاذ انت ما كلمتنيش على القصه. اسمع، القصه لو انت لسه ما اتفرجتش على الفيديو بتاعها، فانا امبارح منزل لك فيديو للقصه عن طرب بن شداد، فيديو ممتاز قوي 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 قوي. في قد ايه؟ في تلت ساعه. لامم لك احداث القصه كلها ومش محتاج حاجه تاني. طب يا استاذ لا استنى، طب دي بقى بعد ما نخلص. موضوع ان انا عشان اجاوب على المستثنى منه اعمل ايه؟ لازم تعرف نوع الاسلوب الاول. يعني ايه تم مثبت؟ كلمه مثبت يعني ما فيش نفي. انت ملاحظ ان الوحيده اللي ما فيهاش نفي هي تم مثبت؟ تم مثبت يعني ما فيش نفي. طب يعني ايه تام؟ يعني في مستثنى منه. تام، كلمه تام عموما يعني في مستثنى منه. ناقص يعني ما فيش مستثنى منه. اتفقنا؟ تام يعني في مستثنى منه، ناقص يعني ما فيش مستثنى منه. تمام؟ ومثبت يعني ما فيش نفي، منفي يعني في نفي. طب يلا نشوف. تام مثبت يعني ايه؟ يعني ما فيش نفي. ما تبصش بقى لحاجه ثانيه خلاص، ما هو الوحيده اللي ما فيهاش نفي. دي فيها نفي ودي فيها نفي. فتام مثبت ما فيش نفي. بص كده، في نفي؟ لا ما فيش، يبقى تام مثبت. خلاص دي سهله اهي. طيب كده في مستثنى منه ولا ما فيش؟ في خلاص، لان اسمه تام مثبت. طب تام منفي يعني في نفي. طب ناقص منفي في نفي. طب ايه الفرق ما بينهم بقى؟ الفرق العادي اللي كل الناس بتقوله واللي انت عارفه، ان الجمله دي فيها مستثنى منه، والجمله دي ما فيهاش مستثنى منه اللي اسمه ناقص. ولكن عايز اقول لك على فرق تاني. انا عاوزك عشان تفرق ما بين التام منفي والناقص منفي، شيل الاداه والاداه. اداه ايه واداه ايه؟ اداه النفي واداه الاستثناء. واقرا، تعال نقرا كده مع بعض. يشارك اللاعبون في المباراه لاعبا. تنفع؟ هجيبك يا اللي بتقول تنفع انت. ياض انت ماسك كوبايه الشاي في ايدك وعمال تقول لي بتنفع. انت ودانك مش معايا اصلا. انا عايزك تركز معايا. ارمي الكوبايه، لا اوعى ترميها، تودينا في داهيه انا وانت. بلاش يا حاج، انا ما قلتلوش ارميها، اركنها على جنب وركز معايا. ركز معايا، مش عاوزين بقى هزار. ركز. اقرا كده تاني. هتشيلي الاداه والاداه واقرا. يشارك اللاعبون في المباراه لاعبا. تنفع؟ لا. انا عاوز كلمه لا دي. لا، تبقى تم منفي. تعال بقى شيل الاداه والاداه واقرا. يشارك في المباراه لاعب. تنفع ولا لا؟ تنفع وجميله، يبقى ناقص منفي. تعال بقى نعيد من الاول تاني كده. يبقى حضرتك هتقرا الجمله، ما لقيتش نفي يبقى تم مثبت، دي خلصت خلاص. طب لقيت نفي يبقى تم منفي او ناقص منفي. ساعتها بقى تعمل ايه؟ هتشيل الاداه والاداه وتقرا الجمله. ما نفعتش يبقى تم منفي، نفعت يبقى ناقص منفي. طب يا استاذ انا كده استفدت ايه؟ تعال اقول لك، ده انت استفدت استفادتين مهمين جدا. الاستفاده الاولى، عرفت اصلا الجمله دي وانت داخلها هي فيها مستثنى منه ولا مفيش. ليه؟ لان لو طلعت ناقص منفي حضرتك مش هتدور على المستثنى منه، هتختار كلمه محذوف على طول. لكن لو طلع تام منفي او تام مثبت، احنا اتفقنا ان كلمه تام معناها ان المستثنى منه موجود، اما كلمه ناقص معناها ان المستثنى منه مش موجود. فلو طلع ناقص منفي يبقى انت مش هتقعد تتعب نفسك وعمال تختار هو المستثنى منه الكلمه دي ولا دي ولا دي ولا دي، ده يبقى ايه؟ محذوف. اما لو طلعت تام مثبت او تام منفي يبقى المستثنى منه موجود، فتدور بقى الكلمه اللي بعد الاداه ديت انا استثنيتها من مين وتاخد المستثنى منه. طيب تعالى بقى للجمله اللي احنا قلناها دي، هتبقى الاستفاده الاولى عشان موضوع المستثنى منه. لما قلت لك لم ينجح من الطلاب الا طالب، فين المستثنى منه؟ تعال استنى، طالما بسالك اي سؤال في الاستثناء بلا لازم تعمل ايه الاول؟ شوف الاول نوع الاسلوب. نوع الاسلوب في نفي يبقى شيل الاداه والاداه واقرا الجمله. ينجح من الطلاب طالب. ماشيه ولا لا؟ ماشيه. ماشيه دي يعني ايه؟ اهي اللي ماشيه دي. اذا ده طلع ناقص منفي، اذا مفيش مستثنى منه. مستثنى منه يبقى ايه؟ محذوف. اوعى تعدل الاجابه، ها خليها، مش هحرجك ما تخافش، خليها بس خليها وما تنساش الاجابه. طب دي الاستفاده الاولى، انك تطلع المستثنى منه. الاستفاده الثانيه بقى والاهم،
لما اجي اقول لك اعرب لي المستثنى ده اللي هو بعد الاداه، عاوز اعرابه. الاعراب ثابت. لو الاسلوب تم مثبت فده اعرابه مستثنى منصوب وجوبا. مستثنى منصوب وجوبا. ومن الفوائد انه بما انه مستثنى منصوب، فانا لو جيت هنا وما قلتلكش اعرب، حطيت لك نقط، اختار الكلمه الصحيحه، تعمل ايه؟ لازم تعرف نوع الاسلوب. طلع تم مثبت، فالكلمه اللي هتتحط هنا هتبقى مستثنى منصوب، يبقى أنا لازم اختار كلمه ايه؟ منصوبه. ادي الموضوع. 2. لو تم منفي يعرب مستثنى منصوب جوازا او بدل. وقف لي هنا ثواني. مستثنى منصوب جوازا ولا بدل؟ جواز. انت داخل عشان تغش الاجابه بقى. ايوه. على فكره احنا خلاص قلنا على الاجابه ايه والناس كلها فهمت، هو بس انت عشان ما تابعتش الحلقه فانت لازم تتابع الحلقه الاول عشان تعرف الاجابه. طب الاجابه يا مستر مش هقول لك، طالب ولا طالبه؟ لازم تدخل تتفرج. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى مستثنى منصوب جوازا ولا بدل؟ ركز هنا كويس. المستثنى كده كده منصوب خلاص. اما البدل يا جماعه بيتبع اللي قبله. مين اللي قبله ده؟ اللي هو المستثنى منه. مش لاعبا دي جايه من كلمه لاعب؟ لاعبا دي جايه من كلمه لاعبون. شوف لي بقى لاعبون دي اعرابها ايه؟ ودي تاخد نفس الكلام. ارجع كده. يشارك. مين اللي بيشارك؟ اللاعبون. مش كده اللاعبون فاعل حتى مرفوع اهي فاعل، يبقى المفترض دوت بدل مرفوع. يبقى الكلمه دي ليها اعرابين، مستثنى منصوب وبدل مرفوع. طب يا استاذ هم كانوا بيقولوا لنا ان الاثنين صح، هل الاثنين صح دايما؟ لا، احيانا بيجبرك واضع الامتحان انك تختار اجابه من الاثنين مش الاثنين. امتى بقى؟ مش المستثنى هنا منصوب؟ والبدل هنا انا لما رجعت لقيت دي فاعل مرفوع، يبقى ده بدل ايه؟ مرفوع. طيب البدل مرفوع والمستثنى منصوب، الكلمه اللي انا كاتبها دي كاتبها منصوبه ولا مرفوعه؟ كاتبها منصوبه، يبقى تعرب مستثنى مش بدل. طب لو انا كنت كاتبها مرفوعه يبقى تعرب بدل مش مستثنى. طب لو انا كاتبها بدون تشكيل يبقى الاعرابين صح. يبقى خد بالك اي حاجه ليها اعرابين، واعرابين يكونوا مختلفين، زي مثلا مستثنى منصوب وبدل مجرور او بدل مرفوع، فاعرب الاثنين. لا ابص حاطط تشكيل يبقى واحده من الاثنين، طب مش حاطط تشكيل يبقى الاثنين صح. رقم 3. لو ناقص منفي ده بقى يعرب حسب موقعه في الجمله. يا استاذ بقى انت كده وصلنا لحيطه سد بقى. يعرب حسب موقعه في الجمله ازاي؟ بسيطه. ارجع لبدايه الجمله بعد ما شلت اداه النفي طبعا. ارجع لبدايه الجمله شوف هي اسميه ولا فعليه. فعليه، فتيجي عند الفعل وتسال بمين؟ مين اللي بيعمل كده؟ بس اقرا الجمله كلها الاول، كلها نصيحه. يشارك في المباراه لاعب، فتيجي عند يشارك، مين اللي بيشارك؟ لاعب. صح كده؟ مين اللي بيشارك؟ لاعب. يبقى اللاعب كده اعرابه ايه؟ فاعل، يبقى فاعل مرفوع بالضمه. يبقى كده يا صديقي علشان تحل اي سؤال في الاستثناء لازم تعمل 2 ايه؟ هي حاجه واحده. عشان تحل اي سؤال في الاستثناء لازم تعرف نوع الاسلوب اللي هو تم مثبت وتم منفي وناقص منفي. طيب عرفت نوع الاسلوب، الاستثناء بقى بغير وسوى. الاستثناء بغير وسوى. شوف الاستثناء بإلا كنت كل اللي بعمله دوت علشان اعرف اعراب المستثنى اللي بعد إلا. حلو. هنا بقى في غير وسوى طالب منك اعرابين مش اعراب واحد. طالب منك الاداه نفسها اللي هي غير وسوى اعرابها ايه؟ وبالمناسبه غير وسوى دي اسماء، إلا دي حرف، اما غير وسوى دي اسم. فطالب منك اعراب غير وسوى واعراب المستثنى اللي بعدها. يبقى هنا عندي اعراب كلمتين، غير وسوى واعراب اللي بعدها. طيب لو عاوز اعراب غير وسوى هتعمل نفس اللي عملته في إلا بالظبط. هتشوف نوع الاسلوب وتشوف لو طلع تام مثبت يبقى تقول على غير وسوى تعرب مستثنى منصوب وجوبا او اسم منصوب على الاستثناء، هي يعني. طب لو طلع تام منفي يبقى تقول عليها مستثنى منصوب جوازا او بدل.
طب طلع ناقص منفي يبقى تعرب حسب موقعها. يعني انا كده ما غيرتش حاجه، نفس اللي قلته في الا بقوله في غير وسوى، نفس الكلام ما غيرتش حاجه، نفس اللي قلته في الا بقوله في غير وسوى. يبقى انا لو عايز اعرب غير وسوى اعمل ايه؟ اشوف نوع الاسلوب. يعني يا استاذ كده انت تقدر تقول لي ان غير وسوى تعرب ايه؟ يعربان نفس اعراب المستثنى اللي بعد ال. نفس الاعراب بالظبط، نفس الاعراب. طيب اما اللي بعد غير وسوى تعرب ايه؟ مضاف اليه. ده ثابت بقى، مضاف اليه مجرور، ده اعراب ثابت. طيب تعالى بقى لاهم سؤال، وعلى فكره ده من الاسئله المتوقعه في الامتحان. على فكره واحنا بنشرح كل جزئيه انا بقول لك سؤال، صح؟ هو سؤال. السؤال ده خلي بالك منه عشان مع كل جزئيه ده السؤال المتوقع في الامتحان، او هي دي طريقه السؤال، تمام؟ وبكره باذن الله هنزل لك اختبارين هحلهم معاك في حوالي نص ساعه. الاختبارين دول ركز فيهم كويس جدا جدا جدا، لان الاختبارين دول نفس الافكار اللي هتتقال هتلاقيها تاني يوم في الامتحان. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب السؤال بقى المهم، هقول لك لم يحضر من اولياء الامور الا ابوك. واقول لك عند وضع غير بدلا من الا. يلا بقى نحط اختيارات كده ونشوف السؤال هيجي ازاي وهفكر فيه ازاي. الاختيار الاول هقول لم يحضر من اولياء الامور غير ابوك، على فكره وعايز تشكيل غيري كمان. 2 لم يحضر من اولياء الامور غير ابيك. 3 لم يحضر من اولياء الامور غير ابيك بالضمه. 4 لم يحضر من اولياء الامور غير بالكسر ابوك. بص بقى، اسهل طريقه تحل بيها السؤال، انا عارف انك ممكن السؤال دوت من الاسئله اللي انت بتكرهها، لان السؤال ايه؟ شايف الاختيار عامل ازاي وكلهم شبه بعض. لا بص يا سيدي، انا عاوز لما يقول لك شيل الا وحط غير، عاوزك تمشي مع الجمله زي ما هي، ما تغيرش حاجه وهتفكر في كلمتين بس، غير واللي بعدها. اول ما تيجي تفكر اول حاجه تفكر فيها اللي بعد غير بيعرب ايه؟ اعرابه ثابت. بص بعد غير وسوى يعرب ايه؟ مضاف اليه مجرور. يبقى انا عاوز الكلمه اللي بعد غير تبقى مجروره. طب بص معايا كده، دي مجروره؟ لا. دي مجروره؟ اه. دي مجروره؟ اه. دي مجروره؟ لا. يبقى انا استبعدت اختيارين اهوت في ثانيه. 2 فاضل لي التشكيل بقى، غير خدها بالفتحه ولا بالضمه؟ هفكرك بحاجه، مش احنا قلنا غير بتعرب نفس اعراب المستثنى اللي بعد الا، لاني بجيب فيها نوع الاسلوب برضو. طب انت لسه بقى تروح تجيب نوع الاسلوب؟ لا استنى 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 استنى، تعال تعال تعال، مش هجيب نوع الاسلوب. مش احنا قلنا ان غير بتعرب نفس اعراب المستثنى اللي بعد الا؟ طب واللي بعد الا اعرابه ايه؟ استنى ما تعربوش برضو، مش هو في واو يعني مرفوع، يبقى انا عاوز غير مرفوعه بس كده، وتبقى الاجابه رقم 3. انت عارف لما تمسك السؤال دوت وتحله دايركت هياخد منك 5 ثواني بس، وده من اصعب الاسئله اللي الطلبه ما بتحبهاش اصلا. هتعمل ايه؟ هتبص الاول على الكلمه اللي بعد غير،
بعد غير تاخد الكلمه المجروره، استبعدت اختيارين وتفضل 2. بعد كده تروح على غير. غير تاخد تشكيل ايه؟ تاخد نفس تشكيل الكلمه اللي بعد الا. اللي بعد الا مرفوعه تبقى هي مرفوعه، خلصت في 5 ثواني. طيب في بعض الادارات هتجيب السؤال اللي جاي ده، هتجيب لك غير لانك متعود دائما ان غير بتجيلك استثناء، هيجيب لك غير مش استثناء، فيقول ايه؟ جاء الناس الى العزاء غير مسرورين. اقول لك عايز اعراب كلمه غير. انا عايز اقول لك دائما لما اجيب لك غير زي ما نبهت عليك في البدايه لازم تشوف الاول يا استثناء ولا لا. طب يا استاذ اعرف منين؟ ما هو في جمل بتبقى صعبه. هقول لك شيل غير وحط مكانها الا وشوف الجمله تمشي ولا لا. مشيت يبقى استثناء، ما مشيتش يبقى مش استثناء. ولو مش استثناء فاول اعراب تفكر فيه لانه الاعراب الاشهر حال. تعالى اول نشيلها ونحط الا. جاء الناس الى العزاء الا مسرورين، لا ما تنفعش، يبقى دي مش استثناء، يبقى تعرب حسب موقعها. تعالى بقى حسب موقعها بالراحه وفكر في حال الاول. جاء الناس الى العزاء غير مسرورين، مش دي حالتهم؟ اه والله حالتهم، يبقى غير دي تعرب ايه؟ حال. والحال طبعا بيبقى حال منصوبه. تمام؟ دي كده غير. بعد غير بقى عاوزين الاستثناء بعد وخلا وحاشا. بص بقى الاستثناء بعد وخلا وحاشا في حته تانية خالص ملوش علاقه باللي فات. اعراب ثابت، ودي حته حلوه قوي. عدا وخلا وحاشا ما عدا وما خلا، مفيش ما حاشا. او يعني لو جينا للصراحه فاني ما حاشا موجوده نادرا في اللغه. هنا عندي اعراب ثابت. المستثنى يعرب ايه بعد الاداه ديت؟ هنا المستثنى يعرب مفعول به منصوب. مش هتقعد بقى تفكر بقى في نوع الاسلوب وبتاع، خلاص خلصت. يعربوا ايه؟ مفعول به منصوب، المستثنى اللي بعد الاداه. اما هنا المستثنى يعرب اما مفعول به منصوب او اسم مجرور. في واحد ذكي هيقول لك ايه؟ يا استاذ ما تقولش، انا خلاص عارف امتى مفعول وامتى اسم مجرور. هيقول لك خلاص، ما انت لسه قايل لي من شويه لما يجيب لك اعرابين تاخد بالك. لو حاطط لك تشكيل نصب يبقى مفعول منصوب، جايب لك تشكيل جر يبقى اسم مجرور، مش جايب تشكيل خالص يبقى الاثنين صح. طب تعالى نجرب. لما اقول ذاكرت النصوص عدا نصا، اعرب لي نصا. ترجع الاول تشوف الاداه عندي ايه؟ عدا بتاعت دي، يبقى بعدها يعرب ايه؟ يا مفعول يا اسم مجرور، بس هو جايبه لي منصوب يبقى ده خلاص مفعول، مفعول به منصوب. طب لو جايبها بدون تشكيل يبقى الاثنين صح، مفعول واسم مجرور. بس خلي بالك ان انا برضو ممكن اجيب لك اي اداه من اللي قدامك دول مش استثناء، اي اداه مش استثناء. فتعرف منين انها استثناء ولا لا؟ شيلها وحط الا. نفعت تبقى استثناء، ما نفعتش يبقى تعرب حسب موقعها عادي. وغالبا اول اعراب تفكر فيه فاعل. فلما اقول لك خلا الشارع من الازدحام، عاوز اعراب كلمه الشارع، فتشيل خلا وتحط الا. ينفع تقول الا الشارع من الازدحام؟ لا ما ينفعش، يبقى تعرب حسب موقعها في الجمله. انا بقول لك غالبا تفكر في ايه؟ في فاعل. اول حاجه خلا يعني فضي، فضي الشارع، مش الشارع ولا فضي، يبقى فاعل، يبقى فاعل مرفوع بالضم. طيب ده كده الاستثناء. ندخل بقى من الاستثناء على الاسم المقصور. الاسم المنقوص. الاسم الممدود.
شوف يا صديقي، باختصار كده انت محتاج في الثلاث دروس دول 3 حاجات عشان تكون مختصر الموضوع وعارف هو سؤال الامتحان هيجي لك فين اصلا. محتاج ايه؟ 3 حاجات. ايه ال3 حاجات بقى؟ 3 حاجات عشان كده وانت بترتب اولوياتك وانت بتذاكر بسرعه تاخد بالك من ايه؟ ان السؤال هيجي لك في حاجه من الثلاثه. واحد، انهي كلمه من دول تعتبر اسم مكسور او منقوص او ممدود، يعني محتاج تعرف الشكل. ادي واحد، وانا هقول لك كل الشروط بتاعت الشكل. 2، محتاج تعرف ان كل درس منهم بيعرب حسب موقعه في الجمله ولكن بحركات مقدره ولا ظاهره. 3، محتاج تعرف التثنيه والجمع بتاع كل درس منهم وبس، مفيش اي سؤال يجي تاني في الاجزاء ديت. طب ما تيجي نعرف ال3 حاجات ويبقى كده قضينا على ال3 دروس. اول حاجه، شكل كل واحد منهم قال كل درس منهم هو اسم معرب، سواء مكسور او منقوص او ممدود هيبقى اسم معرب. طب استنى يا استاذ، اسم يعني ايه؟ يعني لو جايب لك في الاختيار فعل او حرف تستبعده. طيب معرب يعني ايه؟ يعني لو جايب لك في الاختيار اسم اشاره او اسم موصول او استفهام او ضمير تستبعده. حلو كده؟ طيب ايه بقى الاسم المكسور؟ قال لك هيبقى اخره الف، بس الف لازمه يعني اصليه مش زياده. طب المنقوص اخره ي بس برضه اصليه. طب الممدود نفس الكلام برضه بس اخره الف همزه بس يكون قبلها حرفين او اكتر. يلا بقى نشوف امثله. مش اخره الف، خلي بالك اخره الف سواء مكتوبه الف او مكتوبه ي، انا بتكلم على النطق. فلو عندي كلمه عليا اسم مكسور، صغرى مكسور، مستشفى مكسور، مستوى مكسور. على فكره دي من الكلمات اللي بتتكرر برضو كتير في الامتحان. المنقوص اخره يه بس خد بالك عشان في ناس كتير قوي بتتلخبط بين المكسور والمنقوص. افكرك بحاجه، هو المنقوص علامته ايه؟ مش بس يه، اليه ساعات بتحذف من المنقوص وانا هقول لك هتحذف امتى. ساعات بتحذف من المنقوص، فلما اليه بتحذف مش كده في حرف نقص؟ عشان كده سموه منقوص عشان في حرف بينقص. فعادة يجيب لك مثلا كلمة نائن وانت تفتكرها انها اسم ممدود ولكنها منقوص. ليه؟ لأن الكلمة دي أصلها نائي، نائي يعني بعيد، نائي يعني بعيد، فحذف اليه. عندك كلمة راع أصلها راعي وحذف اليه. ممكن أقول لك هاديا واجيب لك تنوين عادي فكده كده ده زيادة يتفضل هادي. ممكن أجيب لك قاضية فالتاء المربوطة زيادة يتفضل قاضي اسم منقوص. طيب الممدود بقى زي صحراء وابتلاء وجرداء وصفراء وهكذا. طيب انا كده عرفت شكل كل درس من الدروس ال3. الجزء الثاني اعرابه ظاهر ولا مقدر؟ الاسم المكسور اعرابه طبعا حسب موقعه في الجمله مقدر دائما يعني مرفوع منصوب مجرور مقدر. الممدود ظاهر دائما يعني مرفوع منصوب مجرور ظاهر. اما المنقوص بقى خد بالك من حاجتين، المنقوص مقدر مع الضم والكسر وظاهر مع الفتح. يعني لو الكلمه دي طلعت مثلا مبتدا مرفوع بالضمه يبقى ضمه مقدره، مقدر اهو. طلعت مضاف اليه مجرور بالكسره تبقى كسره مقدره. طلعت مفعول به منصوب بالفتحه تبقى فتحه ظاهره. استنى ما تمشيش خد بالك. اليه يا استاذ ساعات بتحذف صح؟ ما انا جاي اقول لك اهو. شفت نفس الحاله بتاعت المقدر؟ اليه بتحذف مع المقدر، يعني لو مرفوع او مجرور اليه تحذف. فقال لك اليه تحذف امتى؟ لو نكره مرفوعه او مجروره. لازم تكون نكره الاول، معرفه اليه ما تحذفش. لكن لو نكره مرفوعه او مجروره اليه تحذف. طيب تعالى بقى للي بعد كده نعرف التثنيه والجمع. حضرتك عارف ان اي كلمه عاوز اجيب منها المثنى بزود لها ايه؟ الف ونون او ياء ونون.
اي كلمه عايز اجيب منها جمع مذكر بزود لها ايه؟ واو ونون او ياء ونون. اي كلمه عايز اجيب منها جمع مؤنث بزود لها ايه؟ بزود لها ايه يا واد؟ بزود لها ايه؟ ما تقول. بزود لها ايه؟ الف وتاء. ماشي، بس مش بمزاجي. يعني ايه مش بمزاجي؟ يعني هو بيقول لي سني اداني جمله يقول لي ايه؟ هذا هو الاعلى شأنا. سني الجمله. ايه احط الف ونون بمزاجي؟ لا مش بمزاجك، لازم تاخد بالك. الالف والنون يتحط لما تبقى الكلمه دي مرفوعه، اما لو منصوبه او مجروره تحط ايه؟ نون. الالف والنون يتحط لما تكون مرفوعه، الواو ونون لما تكون منصوبه مجروره او تبقى ياء نون. الالف والتاء طبعا تتحط في اي وقت. فاقول لك بقى على حاجه اختصر لك الموضوع كله. على فكره الحته دي ملخبطه ناس كتير قوي، بس انا اقول لك على حاجه جميله قوي تظبط لك المقصور والمنقوص في سطرين، لان الناس عندها وش كتير في تثنيه وجمع المقصور. طب ما تيجي تجمعهم كلهم واقول لك ايه؟ انت هتتعامل مع المقصور والمنقوص عادي زيه زي اي درس عادي. يعني انا قلت لك ثني كلمه رجل، مش انت تقول لي رجلان او رجلين؟ عادي. هل قعدت تفكر؟ لا ما فكرتش، حاطط لها الف نون او ياء ونون على حسب الاعراب. ده نفس اللي هنعمله. اي كلمه في المقصور او المنقوص قال لك ثنيها او اجمعها، هتنزل الكلمه وتحط لها الالف نون او الياء نون او الواو نون او الياء نون او الالف تاء عادي بدون ما تغير اي حاجه، ما عدا نوعين بس. يعني عاوزك تفكر في ايه لما يجي لك السؤال ده، فتفكر هل ده من النوعين علشان اغير فيه ولا مش من النوعين. طب ايه هما النوعين؟ النوع الاول، واحد، لو انا طلبت منك سواء في المقصور او المنقوص انك تجمع لي الكلمه ديت جمع مذكر، فقبل ما تجمع هتحذف الاول الحرف الاخير سواء بقى الف او ي، وبعد كده تجمع. ادي اول كلمه فيها تغيير. يعني لما ادي لك كلمه اعلى وهي من الكلمات المهمه وبتتكرر في الامتحان، عاوز منها جمع مذكر، ايوه افتكر انا قلت لك تغير ايه في حاجتين. جمع مذكر تعمل ايه؟ هتشيل الحرف الاخير وتروح حاطط واو نون او ياء نون بس. ادي النوع الاول. النوع الثاني، اي كلمه لقيت اخرها الف مكتوب الف، اخرها الف مكتوب الف، هتقلب الالف ده لواو او لياء سواء في التثنيه او في الجمع، بس مش بمزاجك. لو كان الالف ده رقم 3 تقلبه الواو، لو كان اكتر من 3 تقلبه الياء. فلما ادي لك كلمه علا وكلمه عليا بقول لك ثني، بقول لك اجمع، هتتعامل نفس المعامله. مش اخرها الف تروح تقلب الالف ده لواو عشان هو رقم 3، وتقلب الالف ده لياء عشان هو اكتر من 3. بس انا كده جهزت الكلمه. روح ثني واجمع. عاوز تجمع جمع مؤنث حط الالف تاء، حط الالف تاء بس. اي كلمه تاني غير دول بتنزل زي ما هي. ايه هما النوعين؟ اجمع جمع مذكر تشيل الحرف الاخير الاول كده تجمع. طب مدي لك كلمه اخرها الف مكتوب الف، تقلب الالف لواو او الياء بعد كده تثني وتجمع براحتك. اي حاجه غير كده بتنزل زي ما هي. زي ايه؟ تعال نقول لك زي ايه من الكلمات المشهوره قوي في الامتحان. لما اقول لك كلمه عظمى وطالب منك مثناها، ثنيها يعني، فتعمل ايه؟ تفتكر هل عظمى دي من النوعين اللي بغير فيهم؟ فتفتكر ايه هما النوعين؟ النوع الاول جمع مذكر، الراجل ما طلبش منك جمع مذكر يبقى مش من النوع الاول. النوع الثاني لو اخرها الف مكتوب الف، طب دي مش اخرها الف مكتوب الف يبقى دي كلمه عاديه، يبقى تنزل عادي وتثنيها عادي. طب يلا ننزلها عادي. عظمى تنزل عادي عظميان حطت لها الالف نون، او عظميين حطت لها اليه نون. هل يا جماعه غيرت اي حاجه؟ ما غيرتش اي حاجه، ودي من الكلمات المشهوره جدا في الامتحان. طيب اخر حاجه مشهوره، ادي لك كلمه مذكره واقول لك اجمعها جمع مؤنث. ايه ده بقى؟ مش المفترض يديني كلمه مذكره ويقول لي اجمعها جمع مذكر؟ او يدي لي كلمه مؤنثه ويقول لي اجمعها جمع مؤنث؟ لا، ده جايب لك ايه؟ كلمه مذكره ويقول لك اجمعها جمع مؤنث. طب انت المفترض تفكر وتقول لي ما كلمه مذكره يا استاذ واجمعها جمع مؤنث، اعمل ايه؟ احولها لاول مؤنث. ده اكيد اي حد عنده هنا عقل هيفكر بنفس الطريقه. فيقول لك ايه؟ كلمه مذكره عايز اجمعها جمع مؤنث، فاحولها لاول مؤنث وبعد كده اجمعها، صح؟ طب يلا نجرب. اقول لك كلمه اعلى، اعلى دي ايه؟ مذكر، اجمعها جمع مؤنث، تروح محولها لمؤنث. طب احولها ازاي؟ هتحولها على وزن فعلى.
اعلى تبقى عليا، تاخد الالف وتحطه في الاخر بس، وتشتغل بقى على عليا، تجمع بقى عليا، تروح بقى تاخد عليا على اساس انها الكلمه الاساسيه. هل هي من النوعين ولا لا؟ هيقول لي اه من النوعين عشان اخرها الف، يبقى تقلب الالف لايه؟ لياء، ادي عليي، وبعد كده تجمع الف تاني. بس كده يا صديقي. تيجي بقى للممدود. في الممدود لازم تعرف حاجه اسمها نوع الهمزه. نوع الهمزه ليها 3 انواع: همزه اصليه، ومنقلبه عن اصل، وزائده للتانيث. اعرف ازاي نوع الهمزه؟ خلي بالك عشان معظمكم بيقع في الحته دي. عاوز تعرف نوع الهمزه تروح تجيب الفعل، اي فعل، جبت ماضي، مضارع، امر، مجرد، مزيد، اي فعل، اي فعل، فتجيب الفعل، لقيت اخر حرف في الفعل همزه تبقى اصليه. اخر حرف في الفعل حرف عله، واو او الف او يه، يبقى منقلبه. منقلبه عن ايه يا استاذ؟ هتشوف بقى. لو اخره واو يبقى منقلبه عن واو، اخره ياء يبقى منقلبه عن ياء بس. طب مش اخرها ولا همزه ولا حرف عله، تبقى زائده. طب تعال نجرب، تعال نجرب. كلمه بناء، هات من الفعل، يقول لي الفعل منها بنى، اخرها ايه؟ حرف عله، يبقى منقلبه. طيب كلمه انشاء، الفعل منها ايه؟ انشأ. طب يا استاذ انا جبتها نشأ، مش هتفرق، اخرها همزه برضه. طب جبتها ينشأ، مفيش مشكله، اخرها همزه برضه، يبقى انشاء اصلي عشان اخرها همزه. طب خضراء، الفعل منها خضر، مش اخرها ولا همزه ولا حرف عله، تبقى ديت زائده. طب انا ديت عرفتها. لو عاوز اثني واجمع بقى اعمل ايه؟ قال لك التثنيه والجمع هنا مختلفه عن دول. بيبص لي للهمزه بس، هي نوعها ايه، علشان هو بيثني ويجمع. ساعات بينزل الهمزه وساعات بيقلبها الواو بس، ما بقلبش لاي حاجه تاني، يا همزه يا واو. فالهمزه لو اصليه تنزل زي ما هي، ها الهمزه لو اصليه ها تنزل زي ما هي بس. اما لو مش اصليه تقلبها للواويه، تقلبها لايه؟ للواويه. ولو منقلبه تبقى ديه او ديه، اللي هي ايه؟ يا همزه يا واو بس كده. يلا تعرف تغني؟ يلا قول. الهمزه لو اصليه تنزل زي ما هي، ولو مش اصليه تقلبها للواويه، ولو منقلبه تبقى ديه او ديه. انا عارف ان صوتي حلو، انا عارف، عارف، وانا عارف ان في جمهور ورايا عمال بيسقف لي، عارف. يلا ركز معايا. يعني ايه بقى؟ كلمة إنشاء مش الهمزة أصلية؟ فتنزلها زي ما هي، وبعد كده الراجل طالب منك جمع مؤنث، حط لها الألف ت، ما غيرتش حاجة أهو. طب بناء، الهمزة منقلبة، قلنا تبقى دية أو دية، تبقى تنزلها بناء أو بناو، الاتنين صح. عايز جمع حط الألف تاء، حط الألف تاء. طيب خضراء مش زائدة، يبقى تقلبها الواو وتحط الألف تاء. بس كده يا صديقي. بعد كده تعالى ندخل على الملحقات. الملحق بالمثنى، الملحق بجمع المذكر، الملحق بجمع المؤنث. هنا محتاج تعرف حاجتين بس في كل درس. 1 محتاج تعرف الكلمات الملحقة. 2 علامة إعرابها، نقطة، خلص. بس إعرابه يعرب حسب موقعه في الجملة، ولكني هدي لك معاه أشهر الإعرابات اللي بتيجي، اتفقنا؟ بس أنت محتاج تعرف حاجتين. نروح على الملحق بالمثنى، محتاج أعرف فيه إيه؟ كلماته اللي هي 2 و2 وكلاهما وكلتاهما، بس هم 4 كلمات. تيجي لك بالالف او بالياء، اللي هي يا استاذ لانها مرفوعه بالالف تعرف حسب موقعها، بس لو مرفوعه تبقى بالالف، ولو منصوبه او مجروره تبقى بالياء، فتعرب حسب موقعها بس تبقى علامه اعرابها معروفه كده. تعال نشوف اشهر جملتين في الامتحان: الطالبان كلاهما متفوقان. السؤال الثاني: الطالبان كلاهما
متفوق. يقول لك اعرب لي كلاهما في الجملتين. كلاهما معظمكم عارف انها توكيد، بس في حاجه حلوه قوي تعرف بيها توكيد ولا لا. حاجه بسيطه، شيلها واقرا الجمله، طلعت زياده ملهاش لازمه تبقى توكيد. الطالبان متفوقان، الجمله ماشيه ولا لا؟ ماشيه، تبقى ديت توكيد. طب توكيد ماله يا استاذ؟ التوكيد يا حبيبي الاستاذ بيكون بيتبع اللي قبله، مش اللي قبله مبتدا يبقى هو توكيد مرفوع. طب مرفوع بيه يا استاذ؟ ما انت حافظ ان الملحق بالمثنى بيكون مرفوع بالالف، واساسا المفترض يكون عندك دقه ملاحظه، مش الكلمه اسمها كلاهما يبقى مرفوع بالالف. طب لو اسمها كليهما بالياء يبقى اكيد منصوبه او مجروره بالياء، لكن عمرها ما تبقى مرفوعه. هنا بقى لو شلت كلاهما الجمله تمشي. ينفع تقول الطالبان متفوق؟ لا ما تنفعش، يبقى تعرب حسب موقعها. اعربها بقى زي حسب موقعها. ارجع للبدايه، الطالبان مالهم؟ هتلاقي الاجابه كلاهما متفوق، صح؟ يبقى دي على بعضها خبر جمله اسميه، يبقى كلاهما بس مبتدا ثاني مرفوع بالالف. وبرده من الاعرابات المهمه، خد بالك كوبايه شاي هتقع تودينا في داهيه. هتقع ومامتك هتاخد منك التليفون وهتمنعك من انك تمسك تليفون تاني بسبب انك بهدلت المرتبه. ممكن بقى تركز معايا وسيب كوبايه الشاي اللي مضايقاك ديت. انا مش عاوز اي حاجه، انا عاوز ايه؟ بتتفرج عليا وفي ايدك ورقه وقلم ومركز بس. الملحق بجمع المذكر السالم كلماته اللي هي أولو وذو وأهلون وبنون وسنون وعالمون وألفاظ العقود من 20 ل 90. دي كده الكلمات الملحقة. فده بيبقى مرفوع بإيه؟ بالواو زيه زي جمع المذكر، منصوب ومجرور بالياء زيه زي جمع المذكر. خد بالك بقى إن في حاجة تانية برضو زيه زي جمع المذكر، سواء المثنى أو الملحق بالمثنى، وجمع المذكر أو الملحق بجمع المذكر، لو جه بعده مضاف إليه النون تحذف. فمثلا كلمة سنون ديت، سنون مش كده مرفوعة؟ طب لو منصوبة أو مجرورة هتبقى بالياء فتبقى سنين، ودي الكلمة المشهورة. تخيل لو كلمة سنين دي جبت بعدها مضاف إليه، فمثلا عايز أقول إيه؟ سنين الدراسة، فأقول إيه؟ أقول سني الدراسة، عشان دي من الكلمات اللي بتتكرر في الامتحان والطالب بيبقى مش عارف هي إيه أصلا، ويجي يقول لك هنا فين الملحق بجمع المذكر وأنت رايح جاي في الجملة ومش عارف هو فين، لانك حافظ دول بس ما تعرفش ان النون ممكن تحذف للاضافه. يبقى لازم تكون عارف ان لو جه بعد اي كلمه من دول مضاف اليه يبقى النون تحذف. اتفقنا. خد بالك كمان جمع المذكر اللي اخره واو نون او ياء نون، عشان يبقى جمع مذكر لازم تتاكد لو شلت الواو نون او الياء نون وتفضل لك المفرد يبقى ده جمع مذكر، ما تفضلش المفرد يبقى مش جمع مذكر ويبقى جمع تكسير. بمعنى كلمه مساكين شيل ليه نون بقت مساك، هل ادالك المفرد؟ لا، يبقى دي مش جمع مذكر، تبقى ايه؟ جمع تكسير، يعني مرفوع بالضمه عادي، مش مرفوع بالواو ومنصوب ومجرور بالياء والكلام ده. لكن كلمه معلمين شيل يه نون اتفضل معلم، يبقى دي جمع مذكر عادي مرفوع بالواو ومنصوب ومجرور بالياء. الملحق بجمع المؤنث السالم كلماته كلمه اولات وذوات، وبعد كده اي علم اخره ات. يعني ايه؟ اسم شخص او اسم بلد اخره ات. فعندي مثلا عرفات، وعندي مثلا سعادات، لازم يكون اسم شخص او اسم بلد. وعندي مدينه في الشام اسمها اذرعات، عشان لو ما سمعتش الكلمه دي قبل كده وجات لك في الامتحان فانت مش هتعرف خالص انها ملحق بجمع المؤنث. الملحق بجمع المؤنث مرفوع بالضم، منصوب ومجرور بالكسر. تمام. يلا بقى ندخل على الدرس الأخير، درس الإسناد.
بص بقى يا سيدي، هو ايه الاسناد دوت؟ الاسناد ده كل ما فيه ان انا هدي لك فعل وهدي لك ضمير واقول لك لما نيجي نسند الضمير ده للفعل هيتكتب ازاي. عندي فعل زي كلمه قال وعايز احط الفعل ده نون النسوه، هيتكتب ايه؟ هيتكتب ازاي؟ هل هيتكتب زي ما هو احط له نون وخلاص، ولا في حرف هيتحذف، ولا في حرف هيضاف، ولا هغير حرف واقلبه لحرف تاني؟ هعمل ايه؟ هو ده الموضوع. تمام؟ او يدي لك الجمله ويقول لك خليها جمع مذكر او جمع مؤنث او مثنى، فتعمل ايه؟ ده الموضوع. فعلشان تعرف الموضوع ده كويس بدايه لازم تعرف حاجتين. الحاجه الاولى تعرف ان الفعل عندك هو اما فعل صحيح او فعل معتل. ايه هو الصحيح؟ ايه هو الصحيح؟ ايه هو الصحيح؟ صعب واخده من اولى اعدادي وتكرر معاك في ثانيه اعدادي وتكرر معاك في ثالثه اعدادي وقلناه في اولى ثانوي. ايه هو الصحيح؟ ايوه، اللي مش اخره ايه؟ مش اخره حرف عله. طب ايه هو المعتل؟ اللي اخره حرف عله. طيب الصحيح 3 انواع: سالم ومهموز ومضاعف. المعتل بقى اللي هو اخره حرف عله برضه 3 انواع: مثال واجوف وناقص. طيب محتاج اعرف الكلام ده معناه ايه. صحيح ما فيهوش حرف عله، لو في همزه يبقى مهموز زي سأل، لو في شده يبقى مضاعف زي مد، لو ما فيهوش لا همزه ولا شده يبقى سالم زي سمع. طيب المعتل بقى على حسب حرف العله، في حرف عله في الاول يبقى مثال زي وجد، في حرف عله في النص يبقى اجوف زي قال، في حرف عله في الاخر يبقى ناقص زي سعى. عرفت دي؟ تمام. تيجي الرقم 2، محتاج تعرف ان الضمائر نوعين. ضمائر، احنا بنتكلم على ضمائر الرفع. ضمائر الرفع نوعين: ضمائر ساكنه وضمائر متحركه. ما تخافش، مش هخليك تفكر. ساكنه ومتحركه. ايه هي الساكنه؟ واو الجماعه، الف الاثنين، ياء المخاطبه. المتحركه 3: تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوه. حلو حلو، يلا بقى نقول لك ايه. هقول لك عند اسناد اي فعل من دول، مش هقول لك بقى فعل سالم، هقول لك سمع، فانت لازم تعرف هو سمع ده سالم ولا مهموز ولا مضاعف. عند اسناد الفعل سأل، فلازم تعرف هو الفعل سأل ده سالم ولا مهموز ولا مضاعف. تمام؟ دي اول حاجه هتحددها. عند اسناد الفعل سأل لألف الاثنين، فلازم تعرف ان ألف الاثنين ده ضمير ساكن ولا متحرك. يبقى انت هتحدد حاجتين لما تيجي تحل: نوع الفعل اللي انا مديهولك ايه، ونوع الضمير ايه. ليه؟ لان هكتب لك قاعده عباره عن 7 كلمات بس وتلخص لك الدرس. ايه هي؟ الضمائر المتحركه بتعمل تغيير بس مع فعلين، مع الفعل المضاعف والفعل الاجوف بس. والضمائر الساكنه، بس مش كل الساكنه، الساكنه اللي هي الواو والياء بس، اللي هي واو الجماعه وياء المخاطبه بس، بتغير مع الناقص. دي القاعده بتاعت الدرس كله ومالكش دعوه باي حاجه تانية. يعني ايه بقى القاعده دي يا استاذ؟ لو انا اديت لك ضمير متحرك اللي هو تاء الفاعل او نال الفاعلين او نون النسوه، اي حاجه منهم، قلت لك اسندها لاي فعل مضاعف اللي هو فيه شده، تغير ايه؟ هتفك التضعيف. او اديت لك فعل اجوف، تغير ايه؟ تشيل حرف العله. طب لو اديت لك اي ضمير متحرك مع اي فعل غير دول مش هتغير، تكتب الفعل زي ما هو. طب لو اديت لك ضمير ساكن واو او يه، تسنده لفعل ناقص، تشيل حرف العله. طب لو تسنده لاي فعل تاني مش هتغير حاجه وتكتبه زي ما هو. يبقى دي بس القاعده اللي هتمشي بيها. تعال نجرب. هاجي اقول لك الفعل قال عند اسناده لنون النسوه تعمل ايه؟ تعال نجرب. هي نون النسوه دي ضمير ايه؟ متحرك. حلو، اطلع بقى المتحرك. وقال دي فعل نوعه ايه؟ اجوف. تعال بقى نشوف القاعده.
المتحرك بيغير مع الاجوف، هيعمل ايه؟ هيشيل حرف العله. يبقى تنزل الكلمه وتشيل حرف العله بس كده، خلص السؤال. بس خد بالك من حاجه، ساعات ما اقولكش اسند الضمير، ساعات اقول لك اجمع الكلمه. فلو قلت لك اجمعها جمع مذكر يبقى تستخدم واو الجماعه. طب سنيها يبقى تستخدم الف الاثنين. طب اجمعها جمع مؤنث يبقى تستخدم نون النسوه، عشان تبقى عارف الثلاثه دول. طيب تعال اقول لك على حاجتين بقى مهمين من الاسئله اللي بتتكرر في الامتحان. لما اجي اقول لك المعلمون يرجون والمعلمات يرجون بنفس الشكل برضه، يقول لك اوزن لي دي ووزن لي دي. خد بالك يا صديقي ان يرجون بتاعه المذكر دي هتبقى على وزن يفعون، اما يرجون بتاعه المؤنث دي هتبقى على وزن يفعلن. خد بالك عشان ده من الاسئله المهمه قوي قوي. يلا بقى نشوف. نيجي للبلاغه. الكنايه بص بقى، انا هنا اجيب لك من الاخر. فضلي دماغك 5 دقايق واسمع انا اقول لك ايه في الكنايه. بس بص، تعالى نتفق اتفاق. لو انت مشيت بنفس التفاصيل اللي بقولها لك بالظبط هتحل الكنايه بكل سهوله، ومش محتاج اعرف كل المعاني على فكره اللي قدامي، عشان لو النص اللي قدامك صعب، وكده كده النص اللي جايبه لك اصلا هيبقى من المنهج اساسا. اما لو ما مشيتش بنفس الطريقه ومشيت تبع هواك، فبيقول لك بقى ايه؟ فلا تلومن الا نفسك. ده اسلوب ايه يا صديقي ده؟ فلا تلومن الا نفسك. هتقول لي اسلوب استثناء، ما انا معاك. طيب انا عاوز اعرب كلمه نفسك. احنا في الدقيقه كام؟ واكتبها لي في التعليقات دلوقتي اعرب كلمه نفسك. يلا. انت لسه ما كتبتش؟ انت لسه ماسك كوبايه الشاي تاني؟ هي ما بتخلص؟ انت ماسك برميل ولا ايه؟ ما تركز بقى يا عمنا، سيب كوبايه الشاي دي بقى واعرب كلمه نفسك. يلا اكتب. برضه ما كتبش. يا بنت اكتبي. فلا تلومن الا نفسك. تعرف ايه الاول؟ جدع. نوع الاسلوب، اعرف نوع الاسلوب. يلا هتشيلي ايه وايه، وتبدا منين، وتسال بايه، واكتب الاعراب. الكنايه 3 انواع. كنايه عن صفه، كنايه عن موصوف، كنايه عن نسبه. فكر لي في الكنايه عن النسبه الاول. اسمع بقى المفتاح اللي هتمشي بيه. لو الجمله موجود فيها صفه وحاجه تبع الموصوف يبقى دي كنايه عن نسبه، غير كده لا. صفه وحاجه تبع الموصوف. خلي بالك قصدي على اني صفه المصدر بتاع الصفه، يعني عاوز كلمه عظمه مش عظيم، كلمه قدره مش قدير، كلمه قوه مش قوي المصدر بتاعها. وحاجه تبع الموصوف، يعني حاجه تبع الموصوف يعني عضو من اعضاء جسمه، حاجه تبعه. فاقول لك القوه في معصمه، ادي الصفه وادي الحاجه تبع الموصوف، خلصت. النصر في ركابه، ادي الصفه وادي الحاجه اللي تبع الموصوف، خلصت. هو ده اللي انا عاوزه بس. اما الموصوف عاوز لقب، ده المفتاح لقب. خلي بالك مش صفه مش وظيفه، لقب. مش عاوز دكتور ومهندس وظالم وفاسد، لا انا عاوز لقب خاص بحد، كل الناس عارفه، كل العالم عارف ان ده خاص بفلان. فهقول لك لغه الضاد، مش دي اللغه العربيه ولا ممكن تطلق على حاجه تانية؟ فدي كده لقب، طالما هي بتاعتها هي بس تبقى لقب. لكن لو قلت لي الدكتور ده مش لقب، لان انت لما تيجي تقول لي الدكتور، باباك عرف مين هو الدكتور؟ انا عرفت مين الدكتور؟ لا. يبقى انا عايز ايه؟ لقب لحاجه. ابنة اليم ده لقب للسفينه. طيب الصفه بقى حاجه غير دول، بتفهم معنى الجمله، بتدل على ايه؟ عشان تعرف هي كنايه عن ايه، تعرف هي بتدل على ايه. فاقول لك قال الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه. يعض على ايديه.
يقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. مش كده ندمان؟ انت فهمت ايه من الكلام ده؟ انه ندمان متحسر يبقى كناية عن صفة. طيب سر جمال الكناية الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم. درس البلاغة التاني. خد راح فين؟ خد وانا خلص كل سبوره وهتقوم؟ لا اقعد اقعد، خلاص قربنا نخلص، اقعد خلاص هي دقايق وهنخلص، اقعد كمل. المجاز المرسل. انا عايز اقول لك بقى هنا انت لازم تركز قوي قوي قوي، وانا هحل لك الموضوع بسرعه لان عارف ان المجاز المرسل عامل مشاكل لناس كتير. العلاقات بتاعته ادي واحد، ادي اتنين. اقول لك على حاجه، عاوز تكسب ثواب؟ شوف حد من صحابك اما بتحبه او الدنيا واقعه معاه، ابعت له الفيديو ده، هيفرح جدا على فكره، واعتبره صدقه جاريه، علم وانشره لوجه الله تعالى. انا النهارده اسال الله عز وجل ان يكون صدقه جاريه، وان يكون لوجهه الكريم ليس فيه رياء ولا سمعه ولا شهره. فان شاء الله الفيديو يصل الى قلوبكم والى عقولكم وتنتفعوا به ويفيدكم افاده كبيره يوم الامتحان. ومنتظر منك برضو ان الفيديو ده لو افادك كتير يوم الامتحان تطلع تطمني بكلمتين. طمني بكلمتين، اكتب لي تعليق هنا وقول لي يا استاذ الحمد لله اللي انت قلته جه في الامتحان، الافكار اللي نبهت عليها في وقت بسيط جت في الامتحان. ده تعليق يبسطني بصراحه. يلا نقول سر جماله ايه؟ الايجاز والدقه. المجاز المرسل بقى ايه؟ عندي جزئيه، بص خلي بالك انا هكتبها ازاي، جزئيه وكليه. بص انا بكتبها ازاي، حاليه ومحليه. واخد بالك انا بكتب واحده واحده، هقول لك دلوقتي ليه انا ماشي كده. سببيه ومسببيه، علاقه ما كان وعلاقه ما سيكون. هقول لك على حاجتين تحددهم عشان تعرف تحل المجاز المرسل بسهوله. على فكره الثمان علاقات اللي قدامك انت ممكن تعتبرهم 4. ليه؟ لان انا بفكر في كل 2 مع بعض، جزئيه وكليه مع بعض، حليه ومحليه مع بعض، سببيه ومسببيه مع بعض، مكان وما سيكون مع بعض. كل 2 بفكر فيهم مع بعض. فبتعمل ايه بقى؟ الكلمه اللي هو حاطط لك تحتها خط، تشوف تاخد الكلمه دي وتشوف هو كان قصده يجيب كلمه ايه، ويبقى كده بقى عندك كلمتين، الكلمه اللي تحتها خط والكلمه اللي كان المفترض يجيبها، وتشوف الكلمتين دول علاقتهم ببعض ايه. هل كلمه صغيره وكلمه كبيره تبقى جزئيه وكليه؟ هل كلمه داخليه وكلمه خارجيه تبقى حليه ومحليه، لان حليه يعني داخليه؟ هل كلمه سبب يعني حصلت الاول والثانيه مسبب يعني نتيجه حصلت الثاني، تبقى سببيه ومسببيه؟ هل حاجه كانت في الماضي كده وبقت في المستقبل كده، يبقى ما كان وما سيكون. يبقى تفكر بالطريقه دي، الكلمه اللي هو حاطط لك تحتها خط وكان عاوز ايه، وتمسك الكلمتين دول. فمثلا لما قال الله فتحرير رقبه، ها احط لك خط تحت كلمه رقبه وتقول لي هو فتحرير رقبه، هو الانسان هيحرر رقبه؟ لا، يحرر ايه؟ عبد. ايوه كده انا طلعت الكلمتين رقبه وعبد. رقبه وعبد علاقتهم ببعض ايه؟ رقبه دي صغيره وعبد ده كبير، يبقى كده جزئيه وكليه. بس يبقى انا حصرت الاجابه في جزئيه وكليه بس. تبقى الاجابه ايه؟ الكلمه اللي تحتها خط اللي تجيب لك الاجابه. تحتها خط رقبه اللي هي الجزئيه، تبقى الاجابه جزئيه. يبقى فتحرير رقبه جزئيه. لكن واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم
يحطوا صوابعهم؟ لا، ده قصده عقله الصابع. يبقى ادي الاصابع وعقله الصابع تبقى جزئيه وكليه، تبقى الاجابه على اساس الاصابع كليه. حليه ومحليه. واسال القريه. هيحط لك تحت خط تحت كلمه القريه. هو انا هسال القريه؟ لا يا استاذ، امال اسال ايه؟ اسال الناس اللي جوه القريه. امسك القريه وامسك الناس. الناس دي ايه؟ جوه القريه، مش جزء منها، جواها. يبقى كده بتكلم على جوه وبره. الكلمه اللي تحتها خط ايه؟ اللي بره، تبقى محليه. اما لو اللي جوه تبقى حاليه، زي ان الابرار لفي نعيم. الابرار فين؟ مفترض في الجنه، فانا جبت لك بقى النعيم اللي جوه الجنه، تبقى حاليه. يد الله فوق ايديهم. قصده ايه؟ مش قصده يد، قصده القوه. ولكن اليد دي سبب في القوه، وكده كده لما تجي لك كلمه يد اعملها سببيه. مسببيه، النتيجه بقى. وننزل من السماء رزقا. احط لك خط تحت رزق. احنا بننزل ايه؟ مطر. بس هو جاب رزق. طب ايه العلاقه بين مطر ورزق؟ ده المطر بيحصل الاول ويتنزل على النبات فيطلع رزق. يبقى الرزق ده الحاجه رقم 2 اللي بتحصل. تبقى ديت كده ايه؟ مسببيه. ما كان كده وهيبقى كده. كان كده زي ايه؟ وآتوا اليتامى أموالهم. انت عارف بتدي اليتامى اموالهم امتى؟ لما يوصلوا سن 21 سنه. امال لما يوصلوا سن 21 بقوا يتامى؟ لا، ده كانوا يتامى. يبقى ما كان. اني اراني اعصر خمرا. هو بيعصر خمر؟ لا يا استاذ، ده بيعصر عنب، والعنب هيبقى خمر. يبقى ما سيكون. ولو جبت لك لسان او عين او اذن او انف تبقى آلية، عشان دي الحاجه، الآلة بتاعت السماع او الآلة بتاعت الكلام او الآلة بتاعت الرؤيه. بص يا صديقي، بلاش نعلي ونقول. شايف العلاقات اللي انا كاتبها لك؟ ما تذاكرش غيرها. اتفقنا؟ ما تذاكرش غيرها. خلاص؟ وعلى ضمانتي ما تذاكرش غيرها، عشان بلاش نزود في حاجات من بره المنهج نلخبطك بيها. انا ممكن اصعب في مستوى السؤال، لكن ما صعبش واجيب لك حاجات من بره المنهج. حلو؟ حتى لو موجوده في اي كتاب بتذاكر منه. ده اللي موجود في كتاب المدرسه، فتذاكر ده. يلا نروح على ايه؟ على الادب. نروح على الادب. نروح على الادب. الادب في العصر العباسي. سمات الشعر في العصر العباسي. بالنسبه للاغراض، في اغراض قديمه واغراض جديده. طب فين بقى القديم وفين الجديد؟ هجيبه لك هنا. تعال نشوف ايه القديم والجديد. ايه القديم؟ المدح. المدح والفخر والرثاء والهجاء والغزل كمان. ده ايه؟ القديم. طب والجديد؟ وصف اي حاجه بقى. وصف القصور، وصف الحدائق، وصف الطبيعه، وصف النوافير اللي هي الماء، يعني النافوره. فاجيب لك السؤال ده ازاي؟ اجيب لك بيتين شعر واقول لك ما الغرض الادبي من خلال البيتين. هنا بقى تشوف. لو لقيته بيقول لك غرض جديد، يبقى انت بتفكر في الوصف بس. وصف ايه بقى؟ تشوف. بيتكلم بقى على بناء وطوب، يبقى وصف القصور. لقيته بيتكلم على شجر وبتاع، يبقى وصف الحدائق. لقيته بيتكلم عن ميه، يبقى وصف النوافير. لو قال لك غرض جديد. اما غرض قديم، يبقى شوف بقى هو بيمدح حد، ولا بيتكلم عن نفسه يبقى فخر، ولا بيعيط على حد تبقى رثاء، وهكذا. طيب، يبقى دي اول حاجه اللي هي ايه؟ الاغراض. اما الالفاظ مالت الى السهوله. السؤال ده يجي ازاي؟ خد بالك وانا بقول لك كل سؤال يجي ازاي، لان الادب انت ساعات تقعد تذاكر في الادب وتحفظ فيه وتدخل في الامتحان تلاقي حاجه تانية. ليه؟ لان السؤال في الامتحان مش بيجي بالطريقه دي. مش احفظ الكلمه دي وتيجي هنا، لا، ده انا بجيب لك بيتين شعر واسالك من خلال البيتين. اقول لك من سمات الشعر في العصر العباسي من حيث الالفاظ: سهله، صعبه، واضحه، غامضه. هتختار سهله اهي بالنص اهي.
طب اللغه سهله وبسيطه. طب المعاني الصور والمعاني بقت معقده. قبل كده كانت مفهومه، دلوقتي بقت معقده. طيب ده بيتين شعر موجودين في كتاب المدرسه بيقارن ما بينهم ما بين النابغه الزبياني اللي هو في العصر الجاهلي، كان بيقول شعر اعتذار وكانت اللغه بتاعته صعبه. البيت الثاني لابو نواس في العصر العباسي في فن الاعتذار بس اللغه بتاعته كانت سهله. ادي الفرق بين البيتين. من الحاجات اللي بتيجي في الامتحان الاسلوب الجديد في العصر العباسي من خلال الابيات، اجيب لك برضو ابيات. عندك التزاوج بين الفكر والمعاني وشيوع الطرف، وشيوع الطرف ده اللي هو رفاهيه ادى الى الرقه في اللغه والاغراض قلناها. انواع بقى الرسائل. الرسائل نوعها دينيه وديوانيه واخوانيه. ربما اجيب لك نص واقول لك ده نوعه رساله دينيه ولا ديوانيه ولا اخوانيه. لو لقيتها بتتكلم عن الدين تبقى دينيه. طب لقيتها بتتكلم عن الاصدقاء، صديق بيبعتها لصديقه، تبقى اخوانيه. اخواني يعني اصدقاء. اما ديوانيه دي تبع الدوله، امير، وزير، خليفه، حاكم، قائد جيش بيبعتوها لبعض. اما الرسائل الوصفيه اللي هو نص مصر مطلع البدور، ده كان رسائل وصفيه، هو الكاتب بيعبر فيها عن مشاعره اتجاه مكان معين، زي ما كان بيوصف ايه؟ مصر واهل مصر. اما السمات الفنيه للنثر او سمات الرسائل هي سهوله الالفاظ ووضوح المعاني والتاثر بالقران الكريم والحديث الشريف، كثره الاسلوب الخبري، استخدام المحسنات البديعيه، والجمل والفقرات بتكون قصيره. ادي العصر العباسي، شعر ونثر. اما العصر الحديث، الشعر المعاصر، اتجاه الشعراء الى الواقع بعد الحرب العالميه الثانيه عشان يتخلصوا بقى من النظام القديم بتاع المدارس القديمه ويبحثوا عن اطار جديد بقى يتلائم مع الواقع اللي هم عايشينه. طب اذكر اسماء اخرى للشعر المعاصر. هو ايه الشعر المعاصر ده يا استاذ؟ الشعر المعاصر اللي هو ماشي كده، تبقى الابيات ماشيه كده، ماشيه بالطريقه ديت، مفيش وزن وقافيه. اسمه شعر حديث، اسمه شعر مرسل، اسمه شعر حر، شعر التفعيله. ورائد الاتجاه ده شاعره من العراق اسمها نازك الملائكه. طب ايه القيود اللي تخلصت منها المدرسه دي؟ تخلصت من الوزن والقافيه. زي ما انت شايف وزن وقافيه يعني كده، الابيات قد بعض واخر حرف نفس الحرف، ده كده وزن وقافيه. لكن ده كده ما عندكش ولا وزن ولا قافيه. اتنين، تخلصت من نظام الشاطرين، خلاص ده مش هيبقى عندي خالص. سمعت الشعر الجديد بقى سؤالين مهمين قوي، وخاصه السؤال ده كمان يجيب لك بيتين ويقول لك السمات من خلال البيتين. الاتجاه للحياه العامه، بعدين فهم الشعر على انه احساس بالواقع، وعشان كده اتسمت المدرسه دي المدرسه الواقعيه، علشان الشعر بيتكلم عن ايه؟ الواقع، وكمان بيتكلموا عن الوطن والتراث. اما السمات بقى من حيث الشكل فاستخدموا لغه حيه او لغه عاميه، لغه قريبه من الناس مفهومه، الابيات بتاعتهم سهله، ولو عايز شوف نص باسم الشهداء هتلاقيه سهل قوي. الاهتمام بالصوره والرمز والاسطوره. ايه ده بقى يا استاذ؟ الصوره دي اللي هي التشبيهات والاستعراض، الرمز دي اللي هو الاستعاره التصريحيه بتاعت الترم الاول، والاسطوره اللي هي الاساطير زي ايزيس واوزوريس، الحاجات الخياليه يعني. القصيده وحده موضوعيه. يعني ايه موضوعيه؟ يعني بتتكلم في موضوع واحد، وعندهم وحده تفعيله يعني ما عندهمش وزن وقافيه. اما بقى اهم الشعراء في الجيل وكده. الجيل الاول نزك الملائكه اللي هي الرائد وصلاح عبد الصبور ونزار قباني. اما الجيل الثاني محمد ابراهيم ابو سنه وفاروق شوشه ومحمود درويش. ولا تنسى ان الفرق بين التشبيه والاستعاره، الحاجتين اللي بتشبههم ببعض موجودين يبقى تشبيه، حاجه واحده بس موجوده تبقى استعاره. الحاجتين اللي بتشبههم ببعض موجودين، انت شمس، الاثنين موجودين اهو، شبهها بالشمس تبقى تشبيه. انت تنير، وفي حد بينير؟ لا، يبقى شبهه بلمبه او بشمس، ده موجود وده مش موجود، يبقى استعاره مكنيه. فتخلي بالك من التشبيه والاستعاره لانه سؤال لازم يجي لك في الامتحان. وما تنساش تبص في النصوص بتاعت المنهج تقراها، وتبص في المعاني والجمع والمضاد. وبكره ان شاء الله هننزل لك اختبارين مهمين هم الاقرب لسؤال الامتحان. يا ريت بعد ما تذاكر المحاضره دي كويس قوي
وتحل بقى مع نفسك، وتيجي في الاخر تسمع الامتحانين دول، شوف انا بحل ازاي، والفكر ايه، والافكار ايه، والطريقه ايه، والاسئله عامله ازاي، وفي الاخر منتظر منك تعليق بعد الامتحان تقول لي الحمد لله يا استاذ انا سمعت الفيديو كله، والحمد لله ناس كتير طالعه بتعيط وتقول الامتحان صعب، وانا طالع بقول الامتحان كان في المحاضره، وادعي لي دعوه من قلبك. السلام عليكم.